مساء الخير، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هكمل معاكم الوش بتاع بابا نويل اهو، اللي احنا قلنا عليه، اللي عملناه الحلقة اللي فاتت، وقلنا هنكمله المرة الجاية. احنا المرة اللي فاتت طبعا شرحنا ازاي نشف كل جزء لوحديه وظبطناه وقصيناه على الجوخ بتاعنا. النهاردة هنلزقه ونحطه على ايه بقى؟ على الشنطة. شنطة مين؟ شنطة بابا نويل. الشنطة دي اللي بيحط فيها الهدايا ويوزعها ليلة رأس السنة. وطبعا انت ممكن تنفذيها عادي لأي طفل، ومش لازم نحط عليها وش بابا نويل. ممكن تحطي عليها اي حاجة تعجبك، ميكي، ميني، بو، اي حاجة بقى ايه كرتونية من الاطفال اللي بيحبوها. ممكن ان انت ايه تحطيها عليها. ورخيصة جدا وشكلها جميل وشيك وحلوة ومش مكلفة. يعني الشنطة بتجيبيها انت لطفلك بمبلغ وقدره، دي مش هتكلف حاجة يعني. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. احنا دلوقتي يا جماعة هنكمل الفيديو بتاعنا، اللي هو الوش بتاع بابا نويل اللي كنا عاملينه بالجوخ. هنشوف هنثبته ازاي مع بعضينا. هنجيب قلنا الطبقة السوداء دي هتبقى هي ايه الخلفية اللي هنعمل عليها. هنحط، نجيب قلم او اي حاجة قديمة، ناخد غيرة ابيض وهنبدأ نحط على الطبقة البيضاء اللي هنحطها اللي هي الدقن دي. ما ننساش يا جماعة اللايك والاشتراك. الناس اللي بتدخل وما بتعملش اشتراك، اعملوا اشتراك واعملوا لايك عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس. طبعا انا بالنسبة للسودة دي، انا عندي في الصورة في برواز اسود، فروحت قصاها حوالي 2 مللي زيادة من حوالين داير عشان تبقى الحدود السودة. وباقي الاجزاء زي ما قلت انا قصيت لها ايه الحدود بتاعتها. هنيجي كده هنحط، بس هنسيب ايه حوالي 2 مللي. نقلب 2 مللي عشان تبقى ايه متحددة بالاسود. دي اول حاجة. هنجيب بعد كده تحط الصورة جنبك عشان احسن ايه تغلطي وتنسي حاجة تحطيها. هنجيب الوش بالخدود والمناخير نحطهم في الاول. ده الجزء بتاع الوش اهو، ماشي. هنحط فيه الغيرة من ورا، وممكن قلنا الخلفية دي لو انت عاوزة الظهر دوت تعمليه خشب اركيت تعمليه يدوي، ودلوقتي ما فيش حد بيعمل يدوي، تروحي تقصيه عند الراجل ليزر اريح لك. طبعا الاركيت دلوقتي بقى ايه كله بيتعمل بالليزر. طبعا بنحط على الحافة علشان ايه ما تبانش حاجة سودة من تحت. يبقى انا حطينا الوش بالطريقة دي. هنيجي نحط بعد كده الخدود والايه والمناخير. معايا انا بعمل واحده واحده، ورسمنا وشفينا عشان في ناس حتى الرسم والشف مش بيعرفوا يشفوا، اول مره يعملوا حاجات زي كده، فانا وريتكم حاجه حاجه. رسمنا المره اللي فاتت، شفينا قصدي الرسمه على الشفاف، وقصينا كل جزء لوحده بالالوان اللي انت هتختاريها، وقصينا الظهريه السوداء. والنهارده هنجمعها وهنحطها على ايه بقى، هقول لكم هنحطها على ايه دلوقتي. وهنحطها النهارده قبل ما نثبت كده هنشوف الايه الانف عشان تيجي مظبوطه اهو.
عكستهم، هي دي هتيجي هنا ودي تيجي كده بس. ايوه كده. يبقى كده هنجيب انا ما حطيتش لسه غيرها في المناخير، ظبطتهم الاول. هي حاجه سهله وبسيطه، انا عاملاها حاجه للناس المبتدئين اللي لسه اول مره مثلا يمسكوا مقص ويشفوا ويرسموا. في ناس عمرها ما مسكت المقص في ايدها، فاحنا بنعمل حاجات بسيطه وفي الاخر هتديني نتيجه كويسه. يعني هتبقى حاجه سهله وبسيطه لكن هتديني منظر جميل. هنجيب الشنب. انا الشنب يا جماعه هو بعينه ابيض، انا بس هحطه عشان بحدده. هحط عليه ممكن زي الشعر كده، يعني ممكن نحط عليه خيط ابيض اللي هو زي خيط المكرميه ده كده يديني الشعر. فهحط الشنب عشان نبقى محددين المساحه بتاعتنا. بوزع الغيره الابيض، هو احسن حاجه ونضيفه كويس وبيديني نتيجه كويسه، بيلزق بسرعه. وده طبعا الجوخ عندنا سهل مش حاجه صعبه، ده عباره عن شعيرات كده متجمعه بالضغط، مش قماش نسيج. هنيجي نحط بعدين الجزء بتاع الطرطور دوت الاسود. نحط كده على الترابيزه. احنا مش عاوزين نكتر غيرها كتير عشان ما يلكلكش، يعني هو اي نسبه بتلزق على طول، بس اهم حاجه تبقى الحوافي عليها، عشان اهم حاجه الحوافي تبقى لازقه كويس. شايفين يا جماعه؟ واحده تقول طب ما احنا اسود ما نحطش، بس لازم احطها عشان تبقى الطبقه متساويه، ما يبقاش فيه جزء عالي وجزء واطي. هنجيب بعد كده الطرطور الاخضر. طبعا هو الطرطور بيتعمل في الغالب احمر، لان انا هعملها على احمر فمرضتش اعمل الطرطور احمر، مش مدخله فيه احمر. عشان كده انت حسب اللون اللي هتشتغل عليه اختاري براحتك. شايفين معايا؟ بفرد كده الغيره جزء جزء، مش برضه احط كتير عشان ما يلكلكش، بس نحطه قليل قليل ونفرده. الغيره الابيض طبعا عارفينه كلنا بنجيبه اهو، النوعيه اللي احنا بنشتريها دي حلو جدا. برضه هخلي فيه الحدود
بحيث تبقى كلها وش الغيرة نزل عليها. نمسحها. نسيت وحطيتها على السودة دي. حلو ان انا ما ضغطتش ولزقت. بقى هنحط بقى الايه، العينين بتاعتنا، الحواجب قصدي والعينين. الحاجب التاني هي الجفون يعتبر ديت، الحواجب زي ما تحسبوها. دي الحواجب، والجفون محددينها باسود. بدأ يظهر معانا اهو. طبعا احنا هنستنى عليه ينشف، هو كده برضو مش هيقع اهو، لان انا حاطه له ايه، بس نضغط عليه. لو انت عاوزه قلنا تعمليه تعلقيه في شجره الكريسماس، تعلقيه على حيطه. احنا هنحطه دلوقتي على ايه، شنطه بابا نويل اللي بيعمل فيها الهدايا. عرفتوا بقى هنعمل بيه ايه؟ ده شكل الجفن كده متحدد اسود، قصيناه اسود برضو. الجفن التاني خلي بالنا من الحاجات الرفيعه دي. نجيب العين، لو عندك عينين اللي هي البلاستيك اللي بتتباع دي ممكن ايه تحطيها. مش عندك، احنا قصينا دايرتين اخضر. ادي العين التانية معايا يا جماعه. بدأت ايه تظهر اهي. الحاجات الرفيعة دي ايه نضغط عليها كويس. هنيجي بقى هنحط احنا كده لما قصينا خلينا الاسود في 2 مللي او 3 مللي كده زيادة زي ما انتوا شايفين علشان يبقى باين. هنحدد المناخير بالاسود، هنحدد الخدود، هنحدد ايه الحاجات بتاعتنا دي كده احنا قصينها اهي. اللي وريتكم بنقصها ازاي. هنحط اهو الغيرة. طبعا ده هيظهر التحديد، هيظهر لنا ايه الشكل اكتر. خلي بالنا الحاجات الرفيعة دي وانت ايه بتعمليها. ونحط الخد الايه التاني.
ننزل دي تحت الشنب عشان ايه يجي الشنب فوقيها يبقى باين كله. برضو حدود الشنب اهي نظبطها الاول. الحتت الرفيعه دي ايه عاوزه دقه شويه عشان الغيره عشان تلزق ما ترجعش ايه تتخلع تاني. نضغط عليها كده. هنحدد بقى الايه الانف. شايفين كده عملنا الشكل بتاعنا. الكورة دي انا ممكن نعملها كورة فرو بالخيط الصوف اللي هي طريقة عمل الكورة، واعمل لكم طريقة عملها. احنا الشكل بتاعنا دلوقتي هنحطه على شنطة. انا مخيطه لكم الشنطة بس هوريكم المرة الجاية هشرح لكم طريقة خياطتها وقصها. دي الشنطة اللي بابا نويل بيقدم فيها الهدايا بتاعته. ممكن بقى تتعمل لطفل يمسكها. وهنعمل الكورة فرو تبقى نازلة من هنا دلوقتي. هنحطها هنحط كل الظهرية بقى هنحط لها الغيرة عشان تلزق كويس. نركز على الحوافي، اهم حاجة الحوافي عشان ما تبقاش ايه خلعة. هنملى الظهر كويس. وادي الشنطة. انا هشرح لكم قص الشنطة في حلقة لوحدها، طريقة رسم باترون وقصها. نضغط عليه كده. هنجيب حبل وندكك الشنطة دلوقتي نوريكم طريقة التدكيك بتاعتها ازاي. كده اهو خلاص لزقت. هنجيب الحبل بتاعنا، هنجيب جزئين اهو ونحط في بنسة هندكك.
معلش بقى الكلة لزقت في صوابعي عشان الاجزاء الرفيعة متعبة. طبعا احنا مخيطينها من ناحية واحدة والناحية التانية شقها كده، لازم تبقى مفتوحة الشنطة من الناحيتين اهو، مفتوحة من هنا ومفتوحة من هنا. انا هخيط معاكم الشنطة، هقصها وخيطها المرة الجاية معاكم، وهندكك زي ما بندكك اي حاجة كده يعني عندنا في البيت. هندكك الحبل اهو، حطينا البنسة في الحبل. شايفين معايا؟ هنلف حوالين داير واحد، نبدأه من الناحية دي، التاني هنبدأه من الناحية التانية العكس عشان نعمل ايدين. هي خلص النص كده، هندخل البنسة ونكمل. بتشبك في الاسفنج اهو، عاملينها بسفنج اهو. هندخل ايه هنا، يبقى انا هلف حوالين ديل، بس واحد بدأته من الناحية اليمين، التاني ابدأه من الناحية الشمال، عشان في ناس مش بتعرف الحبل ده بيتركب ازاي. الشنطة دي ممكن تتعمل يعني بشكل تاني، مش لازم بابا نويل. طفل يروح بها نادي، مامته مثلا تيجي خارجة تحط له فيها حاجاته، طفل صغير رضيع نحط فيها غيارات مثلا، الببرونة. يعني هي سهلة وحلوة، بدل ما نروح نشتري شنطة بمبلغ وقدره، دي مش هتكلف حاجة. ده نص متر مهير ومش مهير، المتر ب15 جنيه. والجوخ نص متر من كل لون او ربع متر من كل لون، هتبقى ايه منه كتير يعني، يعمل كذا حاجة معانا. مش البنسة بتدخل في الاسفنج اللي جوه فبتعكس شوية. يبقى انا طلعت اول ايد اهي، وبعملها طويلة براحتي. شايفين؟ طلعت من الناحية، انا عملتها حوالين داير اهو. هاجي بقى انا عاملة عروة من ورا اهي، همسك كده وادخلها هنا واربطها. شوفنا بتتدكك ازاي. التانية بقى هندككها الناحية العكس طبعا عشان ما يكرش الحبل ده بالولاعة، ونسيح الأطراف. يبقى أنا عملت أول إيد ومطولاها. الشباب بيحبوا، الأولاد يحبوها إيه طويلة على الظهر، فأنا مطولاها أهو. هنحط الناحية التانية دي، دككتها ورجعت لكم. يبقى أهو دي طلعت الناحيتين أهو، من الناحية التانية بقى إيد من الناحية دي وإيد من الناحية التانية، هنعملهم عكس بعض. ودينا برضو هنحط في العروة اللي تحت اللي احنا مخيطينها ونربط كده اهو، ونشد كده. شايفينها؟ نحط بقى الهدايا براحتنا فيها. نفتح وايه ونقفل ونشد الايدين اهو، يتعلقوا على الظهرية. كده الشنطة بتاعتنا خلصت. الحلقة الجاية ان شاء الله هعمل لكم بقى الشنطة، هرسم لكم الباترون بتاعها ونقصها ونخيطها مع بعضينا على المكنة. ايه رأيكم؟ ما ننساش اللايك والاشتراك. ماشي يا جماعة، اللايك والاشتراك عشان الناس اللي بتتفرج وما بتعملش لايك واشتراك. احنا بدأنا ايه شغل بدري بدري عشان عاوزين سنة 2020 دي تخلص. ايه رأيكم فيها؟ هنركب لها بقى الكورة دي نازلة كده، زي الكورة دي عملناها قبل كده ميدالية، ما ننساش عملناها. اللي عاوز يعرف طريقة عملها يرجع في فيديو انا عاملاها في ميدالية. نحطها كده تبقى جميلة. الكورة بتاع الطرطور في فيديو انا عاملة فيه ميدالية بنفس الطريقة.
ايه رايكم كده بقى؟ كده كملت على الاخر.